تخيل ان اكبر بطولة كرة في العالم بدأت ب 13 منتخب بس. سنة 1930 اتعمل اول كاس عالم وكان عدد المنتخبات قليل جدا مقارنة بالنهاردة. صاحب الارض كسب اول نسخة في التاريخ. بعدها البطولة بدأت تكبر بسرعة، لكن يا فرحة ما تكملش. الحرب العالمية التانية وقفت كل حاجة، اتلغى كاس العالم مرتين، ولما رجعت البطولة رجعت ومعاها اساطير غيرت تاريخ الكورة زي مارادونا وبعدهم ميسي. ومع مرور الوقت عدد المنتخبات فضل يزيد من 13 ل 16 ومن 16 ل 24 وبعدها 32 منتخب، وبقت البطولة اللي العالم كله بيستناها كل 4 سنين. لكن المفاجأة الحقيقية كانت في 2026، لأن أول مرة كأس العالم لعب في 3 دول مع بعض، أمريكا وكندا والمكسيك. وخد الأفظع إن أول مرة يشارك 48 منتخب بدل 32. ناخد بق بقى ما عليه، يعني من بطولة صغيرة جدا لأكبر حدث رياضي على الكوكب. دلوقتي خلينا أسألك يا عزيزي السؤال، تتوقع مين اللي يكسب ويقدر يرفع كأس العالم 2026؟ وهذا يستحق انك تنزل تكتب لي تعليقك في الكومنتات. والى هنا وصلنا الى نهاية الحلقة، اتمنى ان هي تكون عجبتك، وتنساش اللايك والشير، وتنساش ان انت تقول لي ايه رأيك في الحلقة، وتكتب لي ايه رأيك في الاوت فيتات الحلوة دي. سلام.